هاي يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده هيكون فلوج. رحت معرض الكتاب وكده. ففي الفيديو ده هوريكم حاجات كتير قوي صورتها طول اليوم عشان اوريها لكم. فانا لسه راجعه دلوقتي، فيعني صورت لكم بقى ده كانترو. وكمان عايزه اقول حاجه، المكان كبير قوي فخدوا معاكم اكل، عشان الاماكن اللي بتبيع اكل هناك بتكون زحمه جدا، فانتوا خدوا معاكم الاكل بتاعكم. وهو تقريبا متقسم ل5 صالات، كل صالة بيبقى فيها مجموعة كبيرة قوي من اللي هما دار النشر بتاعت اكتر من حاجة. فانا هوريكم جبت ايه كمان. جبت حاجات حلوة قوي، هو في حاجات كتير يعني. الاسعار غالية السنة دي شوية شوية يعني فتفوتة، بس كان حلو قوي والاهتمام فيه بجد تحفة. كان فيه سيارات اللي هي عربيات اسعاف كتير قوي للناس احتياطي وكده، وكمان كان فيه مسرح، فيه عروض اغاني، بجد كان حلو جدا. هو اليوم انتوا هتبدأوا من الصبح بدري، فانتوا على الساعة 7 كده او 6:30 هتكونوا مشيتوا اصلا من هناك. وكمان المواصلات بتاعته متوفرة جدا. بيبقى ممكن تعملوا سيرش على جوجل مثلا، بيبقى مكتوب فين الاماكن اللي بيقف فيها الباص بتاع اللي هو الباص اللي بيودي معرض الكتاب. وبصراحة كان حلو قوي الموضوع، بجد كان يوم جميل جدا. وتكونوا انتم محددين انتوا رايحين تشتروا ايه بالظبط، دي هتفيدكم جدا جدا. وانتوا برضو لو عايزين تتفرجوا بتبقى حاجة حلوة، بس عشان يعني تبقوا محددين كده عارفين انتوا رايحين على فين، عشان احنا تهنا شوية عقبال ما لقينا المكان اللي احنا رايحينه. بس ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. طبعا زي ما احنا عارفين في باصات المفروض نروحها. فاحنا رحنا حرفيا قعدنا في المكان اللي بتيجي فيه الباص حوالي ساعة او ساعة وشوية كمان، وما جاش خالص باص، وكنا اتأخرنا جدا. فطلبنا ديدي، هو كان حلو قوي سعره من عندنا، ما كانش بصراحة يعني ما خدش وقت كبير ولا فلوس كتير خالص. والطريق كان حلو قوي، وصلنا في حرفيا نص ساعة يعني. وقفنا عشان نستنى الباص اكتر من ان احنا نوصل اصلا. بس فهو في التجمع الخامس مش مدينة نصر، عشان هو اتنقل، عشان في ناس كتير فاكراه في مدينة نصر. بس فخدنا في الطريق حوالي نص ساعة. انا خدت النص ساعة كلها نايمة بصراحة، يعني ملحقتش اتفرج على الطريق ولا حاجة، كنت صحيت صورت الفيديوز دي ورحت نايمة تاني. فايه الحمد لله يعني. وهنا بقى كنا وصلنا، ده كان السور بتاع المعرض، كان فاضي زي ما انتم شايفين، عشان انا كنت فاكرة بقى انه فاضي وكده، بس ما كنتش اعرف بقى ان لسه احنا داخلين على الزحمة. هنا بقى كانت بداية الزحمة، فانتوا حاولوا تروحوا بدري على قد ما تقدروا عشان تاخدوا التيكت، عشان الوقت يعني موضوع التيكت للدخول الحوار ده بياخد وقت كبير قوي، ممكن ياخد منكم نص ساعة، ساعة الا ربع. فحاولوا تروحوا بدري، عشان كل ما تروحوا بدري بيكون يعني الوقت اسهل واحلى ان انتوا تعرفوا تدخلوا. ده كان الطابور اللي بندخل منه المعرض، هما بس بيعملوا الكيو ار ده، بيعملوا له سكان وبعد كده بندخل بس، وبنحط طبعا الشنطة بتاعتنا على الجهاز. وهنا بقى كان اول ما دخلت يعني كانت المكان زحمة، دي حركة دي حركة. كان المكان زحمة قوي قوي، احنا اصلا ما كناش عارفين احنا فين وتايهين. دخلنا بقى قاعة قاعة قعدنا نتفرج عليها، وبعد كده خدنا بريك ناكل، عشان مهم قوي الاكل بقى، وشيبسي وعصير وكده. وبعد كده بقى شلنا الاكل وهنقوم نكمل لف، ونبقى ناخد بريك تاني كمان شوية. كانوا عاملين زي كيدز اريا كده بيعلموا فيها الاطفال تقريبا الكروشيه، وبيخليهم يلونوا على ازاز وبيرسموا، كان المكان حلو قوي. وهنا دخلنا اللي هي نهضة مصر لو عارفينها، دي دار نشر فيها حاجات الاطفال بجد تحفة. انا اشتريت كراسة تلوين بصراحة حلوين قوي، بس هي الاسعار غالية شوية. بصوا دي الكيدز اريا شكلها حلو ازاي. دي دورة لايت ولا ايه ده ايه ده استغفر الله العظيم يا رب، ايه ده جميل يا لهوي، ده بني ادم براس كلب بجد. اول مره اشوفه على الحقيقه. يا لهوي لا لا ايه ده ايه ده ورا، ايه ده يا عيني قوي يا لهوي، ده رجليه يا جماعه. خلاص عوني بمذكرات سفير. مين هيخف على كتاب ده يعني؟ انا اشوفه اصلا خلاص انا مش هطفى.
ترجم من الروايات. البنت أمورة اللي واقفة. كله بيسأل عن مكة. ايوه ما يعمل مشهور جدا عشان كده. مش عارفه ليه من الاسلام يقول لي يلا هناك بيعملوا ايه؟ روحي اسالي ايه الحوار. طب يلا يلا عايزين حاجه ببلاش. اموت بايظ اهو. بتقول ايه بقى القصة؟ حدوته. اصبري. انصحك الا تفعل فالوضع خطير. حقا. تفوح رائحة قطة. حقا قطة؟ ألم أقل لك؟ أخبرتك أنني لست الفاعل. إيه ده؟ هل يمكنني مساعدة؟ عايزين قصة غيرها. بنخرج منين؟ مش كده تاني. دي مش محملة. نخرج إزاي؟ نخرج منين؟ عايزين قتل الشياطين. أيوه هي أنا بتاعتها شغالة. 2% حطوا في الشاحن لو سمحت. في شاحن هنا وموبايل. فصلت الايباد. انت بصي على ايه؟ ارجعي لورا. هم حاشرينه كده ليه؟ تسرقوا. طلعوا تسرقوا. مش محمل ما عندهمش عندك الايباد كام في عائلة المية؟ عن عائلة اكس جاسوس. ده مش محمد، مفيش نت. 4 أزمة عمر استني. الربع. هجوم العمالقة. الراجل قال يلا يا جدعان. ما دي الشباب. هي ياسمين مانجا العربية للشباب. دي شباب. أيوة. دي أطفال وفي شباب. ايوه ما انا عارفه، ما انا بتكلم. هجوم العمالقة. دي رعب. هي دي رعب على فكرة. دي رعب. هاتيها يا ماما. ايه ده؟ كائن ولا ايه؟ بتقولي ايه اسمها انت؟ كده. ابطال التايتنز ايه؟ اسمها اتاك تايتن. اتاكون تايتن؟ ده ايه اللغة دي؟ ياباني ولا ايه؟ انت قلت ان هم سعوديين؟ ما بيحملش بايظ يا بنتي. هو ايه الواي فاي اللي متوصل؟ عايز... طب ما تشتري دي شكلها يخوف. ايه ده انت بتعمل ايه؟ مفيش ولا صورة. بيلعب جد. مفيش غير واحدة بس. انت مش قوي كده. اسمه اهربي. مفيش توزيع. بيرجع منين؟ يا رب يرجع منين؟ بيرجع ازاي؟ والله العظيم ما دي الكتب بتاعت المانجا اللي هي الياباني. هتكلم لكم عن مانجا شويه. مانجا ده هو تقريبا عباره عن اللي هي القصص المصوره زي قصص ميكي وكده، بس هي كوريه واتعملت بالعربي. يعني شركه سعوديه تقريبا اللي عملتها. فهم المفروض كانوا بيوزعوا قصص في معرض الكتاب وكده، بس احنا اليوم اللي احنا رحناه ما كانش فيه قصص، بس في الكيو ار ده محطوط قدامكم. بتقدروا تعملوا سكان وبتحملوا الابلكيشن بتاعهم، بيبقى عليه القصص كلها فري، في منه للاطفال وفي منه للشباب. فانا حملت بصراحه بتاع الشباب وعليه قصص حلوه قوي، في قصص رعب وكده اللي هي القصص زي الكرتون وكده. بس فبصراحه حلوه قوي، عجبتني جدا، وانا حبيت اشارككم حاجه زي كده عشان لو حد عايز يستفيد منها. هاتي سندوتشك وسندوتشك، وتعالوا هاتوا سندوتشك وعصيركم معايا في الفيديو. تعالي هاتي امسكي سندوتشك ايوه كده. ايوه ونعمل كده. زحمه مفيش في نافوره هناك اهي. في نافوره هناك بس مش هتبان هناك. جماعة ثانية ما شاء الله. وحركة فريق على بهدايا ديان العيد اليوم مواعيد أتزين الأمة العربية تجمع بالفرحة، عيون لها تلمع، فالعيد يعيد لنا الضحكة نجوم الكون اليوم. حلك ب 200 جنيه. لا في اولياء امور جوه. احنا اولياء امور.
بصي كاميرتك حلوه ازاي، انت متخلفه ولا ايه؟ كاميرتي حلوه عيانه. ده بصي والله جميله. عيد الفيديو بقى تاني. ممكن تنقلي جوايا. فاكرين احنا اللي معاقين. هيطلع ده. المعرض بيقفل. والمعرض تقريبا بيقفل الساعة 7، فاحنا مشينا على الساعة 6:30 كمان، قلنا عشان نلحق الباصات وكده. وكنت بحاول اصور بقى اللي هي الاسم بتاع المعرض وكده، بس ما كنتش عارفة اصوره عشان كنت ركبت خلاص العربية، بس الحمد لله كان حلو قوي. ودي بقى الحاجات اللي انا اشتريتها. جبت اللي هي بتاعة الاميرات دي تقريبا ب10 جنيه، والتلوين ب50، وفي واحدة ب55، والقصة بتاعت ميكي كانت ب5 جنيه، وفي حاجات يعني في الاسعار دي.